أذهب إلى المعركة، إلى الجبهة. هنا استعادة الوطن. احنا ما معانا، ما نقاتل من أجل حزب، وما نقاتل من أجل جماعة، ولا نقاتل من أجل مناطقية. أنا أتعز وأقاتل اليوم، وأشارك إخواني في التوجيه المعنوي وفي دعم الجيش معنويا هنا في الخطوط الأمامية في جبهة نهم. لماذا جبهة نهم؟ لأنها جبهة صنعاء، ولأن صنعاء بلدي. لسنا مناطقيين ولن نكون مناطقيين، بل نحن نقاوم مشروع المناطقية والسلالية المريضة. اليوم انتصار الحوثي وانتصار إيران بمشروعها التدميري، هؤلاء الأقزام، هؤلاء المرتزقة الذين دمروا كل شيء لكي يحكم فرد سيد. في ناس يموتوا مع الحوثي ليكون سيد، وهم أشقى اليمنيين. يموت ليظل عبد. نحن اليمنيين الحميريين السبائيين القحطانيين تأتي سلالة قذرة، سلالة أبو جهل، تحكمنا بالسلالة. لن يحكمونا بإذن الله. نحن أحفاد نشوان الحميري، أحفاد الزبيري، لن يمروا بإذن الله. وسنقاتل حتى آخر قطرة دم من دمائهم النجسة. أما دماء الشعب اليمني إن شاء الله الطاهرة ودماء شهدائنا ستسطر نصر. أنا فنان. قد يقول قائل أنت فنان لماذا تحمل السلاح؟ نعم، نحمل السلاح لأن السلاح هو اليوم من سيحمل الفن. إذا انتصرت هذه الفئة الأمية لن يبقى فن. أنا هنا أدافع عن فني. أنا هنا في المترس أدافع عن بقاء الفن والثقافة. بغير المترس لن تعود الثقافة. هؤلاء همج. الثقافة لديهم هي ثقافة قتل وتدمير. نعم برتقال، لا يمكن أنا هنا من أجل استعادة الثقافة ومن أجل بقاء الثقافة. أنا هنا أدافع عن الدراما، وأدافع عن التمثيل، وأدافع عن المسرح كعنوان مهم من عناوين النصر. ارجع هنا في قنص. أيوة إحنا بحاجتك، أنت محسوب على الوطن نفر. صليتوا على رسول الله أبطال. لذلك يا أخي الحبيب أنا هنا أدافع عن فني وعن بقاء الثقافة، لأن هذه الفئة الضالة لا تؤمن بالثقافة وتريد وطن للموت فقط. ما هي رسالتك لإخوانك الفنانين الذين لا زالوا يؤيدون الشرعية ولا زالوا قابعين في بيوتهم؟ حقيقة أولا تحية للفنانين الذين أيدوا الشرعية موجودين. لست الوحيد في الجبهات، كثير من الفنانين اليوم في الجبهات، كثير من الفنانين اليوم هنا بفضل الله سبحانه وتعالى معنا في الجبهات. أما الذين لم يلتحقوا بالجبهات أقول لهم ماذا تنتظرون؟ هذه الفئة الضالة اليوم لم تترك شيء إلا ودمرته. ماذا تنتظرون؟ هل تتوقع أن يبقى في اليمن فن وإبداع وثقافة إذا هذه الفئة بقت؟ تعالوا دافعوا عن وطنكم، تعالوا دافعوا في المتارس الأمامية مع إخوانكم عن ثقافتكم. اليوم يا إخواني الطريق الوحيد للسلم والسلام، نحن دعاة سلام، لكن لا طريق للسلام إلا أن نحمي السلام وأن نفرض السلام. هذه الفئة لا يمكن أن لا تؤمن بالسلام إلا أن نفرض السلام. ماذا سنفعل يا إخواني؟ البعض قد يقول، بعض الجمهور يعني لا يعجبه أن يرى الفنان يقاتل